اخبار نادي الزمالك وكل مستجدات نادي الزمالك النهارده. خلينا نتكلم عن معسكر نادي الزمالك اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده بقياده معتمد جمال والكابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر خلاص يعتبر مكمل مع نادي الزمالك، راجل شخصيه قياديه، راجل هادي، اللعيبه بتحترمه. كان موجود السنه اللي فاتت فتره صعبه جدا وقدر يمشي الموضوع، بيقدر يتعامل مع اللعيبه الصعبه زي شيكو بنزا مثلا. طريقه شيكو بنزا الغريبه هو بيقدر يتعامل معاه، بيقدر يتعامل مع جميع اللعيبه، الناس كلها بتحترمه داخل نادي الزمالك. كان مهم قوي انه يكمل مع نادي الزمالك. راجل بيعرف يربط بين الاداره وبين اللعيبه، بيعرف يتكلم مع اللعيبه، اللعيبه عندها ثقه فيه. فكل دوت من الحاجات المهمه قوي في نادي الزمالك ان الكابتن عبد الناصر كان يكمل مع نادي الزمالك. خلينا نتكلم كمان ان عبد الله السعيد يعتبر خلاص النهارده انضم لمعسكر الفريق، من اللعيبه المهمه قوي في نادي الزمالك. اللعيب الوحيد، رغم ان انا اصلا عندي برضو بعض النقط عنه ان ازاي اتاخر عن المعسكر، بس اللاعب الوحيد اللي بره الملعب انا متاكد ان هو لاعب عنده احترافيه كبيره، لاعب بيركز، وهو حتى هو بره الملعب بيقدر يفك، يعني بيقدر بيتمرن، بيعمل اللي عليه حتى بره الملعب، منتظم في اكله، عارف وهياكل ايه عشان ما يزيدش، مهتم بلياقته البدنيه. فلاعب انا عارف ان هو بره الملعب زي جوه الملعب، رغم ان هو اتاخر وبعض الحاجات كده مضايقاني الصراحه. خلينا كمان نتكلم على محمود جهاد، اللاعب نص الملعب اللي يعتبر يعني من الصفقات اللي كانت مهمه قوي لنادي الزمالك وما استفدناش بيه خالص. لاعب كان جاي ان هو لاعب رقم 6 نستفاد بيه من نص الملعب، لاعب لعب قبل كده مع منتخب الناشئين، ولعب كمان بطولة اولمبيات، لاعب مهم قوي كنا المفروض نستفاد بيه اكتر من كده السنة اللي فاتت، بالذات الفترة الأخيرة لولا الإصابة بعدته قوي عن الفريق. فالزمالك الوقت بيبص له كنظرة لاعب جديد يعتبر داخل على الفريق هيغير شكل نص الملعب في نادي الزمالك. احنا كنا السنة اللي فاتت بنلعب حسام عبد المجيد ساعات في نص الملعب، بنلعب محمد اسماعيل ساعات في نص الملعب، بسبب قلة نص الملعب، وبالذات اللي احنا الموسم اللي فات في نص الموسم عملنا ايه؟ مشينا دونجا ومشينا مين التاني ناصر في نص الملعب. فالكلام ده كله كان مأثر على نادي الزمالك. الوقت هو انضم للمعسكر ومركز قوي مع نادي الزمالك، والزمالك باصص ليه كصفقة جديدة. خلينا كمان نتكلم على الدباغ. الزمالك خلاص الدباغ مكمل مع نادي الزمالك، ورغم ان جاي له عروض كتيره وان جاي له فلوس كتيره، بس هو ركيزه اساسيه في خط الهجوم هو وناصر منسي. بعد كمان بقى سيف الجزيري، خلاص بعد ما مشينا سيف الجزيري ما عادش فيه الا هما الاثنين يعتبر هما اللي هيشتروا الفريق. ومن نجاحات معتمد جمال الموسم اللي فات ان هما الاثنين يلعبوا مع بعض، ان قدر يلاقي توليفه كده، يعني يلاقي يعني هما الاتنين يعرفوا يلعبوا مع بعض في الملعب. كان ساعات هو بيلعبه كجناح، ساعات بيخش هو كمهاجم. شفناه في الفترات الاخيره كان لاعب حاسم، في ماتش سموحه كان لاعب حاسم، في ماتش النهائي الكونفدراليه كان لاعب حاسم، في ماتش برضك اللي هو بتاع سيراميكا كان لاعب حاسم، هو اللي جاب جون الفوز. لاعب بيعرف يستلم بظهره، بيعرف يرقص، بيعرف يجيب جون. لا في الفترات الاخيره كان مهم قوي، ومن نجاحات معتمد جمال ان يخلي اصلا الدباغ وناصر يلعبوا مع بعض. خلينا كمان نتكلم عن موضوع محمد عاطف من طلائع الجيش. لاعب مهم قوي، كان كل الناس بتقولك انه هيجي خلاص نادي الزمالك، يعتبر انه هينضم لنادي الزمالك، وبعدين طلع مره واحده قالك لا ده الاعاره بتاعته سنتين. كان المفروض نقاتل ان نجيب محمد عاطف ده بالذات، اللي احنا مش عارفين نجيب صفقات، وواقف القيد واقف، هو لاعب اصلا على ذمتنا وبيلعب في الحته اللي قدام. فكل ده هيفيد نادي الزمالك وهيدي باور لنادي الزمالك. مش هيفرق معانا لاعب زي دول كان جه وشوفنا مهاراته، لاعب عنده مهاره اصلا بيلعب كجناح، كان كل ده هيفيد بيه نادي الزمالك. خلينا كمان نتكلم عن موضوع ملابس نادي الزمالك، والموضوع ده مضايقنا قوي. الزمالك بقاله دلوقتي 3 سنين كل سنة بيجيب شركة جديدة، كل مرة بتصميم جديد، عكس النادي الأهلي اللي بقاله الوقت بقاله فترة مع أديداس. اتفرج الوقت على تيشيرت النادي الأهلي. خلينا نتكلم إن إحنا نادي الزمالك الموضوع البسيطة دي بيقول لك قد إيه الإدارة بتاعتنا عندها لخبطة، ما بتعرفش تعمل ديزاين، ما بتطلعش بالتيشيرت قبل الموسم وتخلي الناس تاخد الموسم. شوفنا إحنا بقى السنين اللي فاتت كلها إن الزمالك إزاي بيتأخر في التيشيرتات بتاعته، في عرض التيشيرتات. المفروض الحاجات دي تظهر من بدري قبل بداية الموسم، واللعيبة تتصور بيه وينزل كده ويبدأ بقى ينزل الستور. ما الحاجات دي بيقول لك قد ايه الزمالك عنده لخبطة في الملف الكورة في نادي الزمالك وملف الإدارة.
فالكلام ده خلي الاداره لازم تركز فيه. خلينا كمان نتكلم على موضوع بزاره. من اهم الحاجات اللي طلعت ومن اهم صفقات نادي الزمالك برضو ان الزمالك خلاص يعتبر بزارة مكمل مع نادي الزمالك مهما كان العرض، مهما كان الفلوس. بزارة مش للبيع خالص نهائيا الموسم ده. خلينا نتكلم كمان ان من اهم صفقات نادي الزمالك هي اللاعيبه الصغيره. لاعب زي محمد ابراهيم، واحد زي الفرنسي في نص الملعب. اللاعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك اللي هم ساعدوا نادي الزمالك الموسم اللي فات ان الزمالك ياخد الدوري. كل ما بنحتاجهم ونكون مزنوقين اللاعيبه الزمالك الناشئه بتكون موجوده. ايام فيريرا برضو طلعنا حسام عبد المجيد، طلعنا اللي هو ابن سيف جعفر، طلعنا برضو ابن لبيب، ابن اسمه اللي كان موجود في منتخب مصر. لا طلعنا لعيبه كتير وكان مؤثره في نادي الزمالك. فاحنا كل ما بنحتاجهم نكون مزنوقين وهم دول اللي قدامنا، لا بيجيبوا حتى عندهم الحميه عن نادي الزمالك وبيحاربوا على نادي الزمالك. فالموضوع ده الزمالك معتمد عليه كبير انه يطور لعيبه الناشئين ويطلع لعيبه الناشئين. النهارده عندنا امير اللي كان هيمشي اصلا فري ورجع تاني، بيقول لك مهاجم جبار. فالكلام ده لازم نركز عليه. فالزمالك عنده ازمات، يبقى احنا نركز على اولادنا اللعيبه الناشئين. فالزمالك داخل على فتره مهمه. دي كل اخبار نادي الزمالك. كمان المعسكر بتاع نادي الزمالك يعني فيه حيويه وفيه نشاط، واللعيبه بتحب الكابتن معتمد جمال. وبالذات ان المستحقات بتاعتهم اتدفعت ال 25%، فاللعيبه خدت بعض من فلوسها، فاللعيبه مزاجها حلو. فالحاجات دي كلها مؤثره في نادي الزمالك. كمان ان فكره ان القفل عن المعسكر، وان مفيش بقى ان المشاكل الاداريه اللي موجوده بره ما تتصرفش لجوه، واللعيبه مركزه ولما هتخلص كمان فتره الاعداد ديت هتدرب بره النادي. دي من الحاجات المهمه اللي نجحت نادي الزمالك السنه اللي فاتت. كمان خلينا نتكلم ان المدير الرياضي حاجه مهمه، وان الزمالك بيركز كمان على المدير الرياضي بس توفر له فلوس. حسام الزناتي ده اسمه مطروح بقوه في نادي الزمالك وانا شايفه مناسب. لاعب صغير ما بيتكلمش كتير، خد تجربه احترافيه، كمان كان ماسك مدير رياضي بره، معنى كده ان هو راجل احترافي دماغه احترافيه. مسك حاجات كتير، كان مسؤول عن شركه الكره في الجونه. كل ده اسباب تقول لك ان الزمالك يعني بعد المشاكل الأخيرة بدأ يلاقي طريقه، يحسس طريقه كده الدنيا تمشي. دي من الحاجات المهمة أوي في نادي الزمالك.